اللهم إنا نستودعك أهل غزة يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لهم جنودك يا رب العالمين. اللهم أعزهم وانصرهم. والله الواحد خجلان من سطحية همومنا جنب قوة امتحانهم وقوة صبرهم، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، من رغم اللي هم فيه أقوياء. أهلا بكم في قناتي، قناة مطبخ لوش. هشارك معاكم إن شاء الله اليومية بتاعتي ومعاها كمان شوية روتين. أنا النهاردة صرفت كتير جدا، يعني اشتريت كل حاجة كنت محتاجاها بصراحة، حاجات فطار وحاجات غدا وحاجات هتقعد يومين 3 4 كده. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل النهارده. وانا اشتريت النهارده الجلاش ب5 جنيه، الفلفل الاسود دول عاملين كده 20 جنيه، بوحدة توابل البطاطس دي. بس انا مش كل ده هستخدمه النهارده. بالنسبة للبطاطس دي درجة تانية، واشتريت ربع بصل اللي هو ربع فلفل او يمكن اقل كمان. وانا بتعامل مع واحد عنده ميزان حساس، فالكمية اللي انا عايزاها من الخضار بحطها وهي بيقولي عاملة كذا. فالمهم شنطة الخضار التانية دي عاملة 20 جنيه. الخضار والجلاش والكلام دوت عاملين 40 جنيه. هنا بقى اشتريت كيس ليدر دوت، جربته قبل كده وبصراحة عجبني جدا وريحته حلوة. كانت اختي يعني قايله لي عليه، جزاها الله خير ويبارك لها يا رب. وده الشاور اشتريت ب5 جنيه شاور. اول مرة اجرب الشاور السايب يعني، وان شاء الله لعله يكون خير. واشتريت ب5 جنيه كلوريكس الوان، و5 جنيه ده مزيل بقع عشان عايزة اغسل ابيض النهاردة باذن الله. والابيض اللي هو البودرة التاني دوت اسمه زهرة بيضة. كنت عايزه اتكلم معاكم على المشاريع وكده، افتكرت من موضوع الزهره البيضه دوت. ممكن ان شاء الله لو الوقت سمح في الفيديو دوت هتكلم معاكم انا عملت كام مشروع، وايه اللي كان حلو وايه اللي كسبت منه وايه اللي خسرت فيه وكده. المهم شويه المنظفات دول عاملين 30 جنيه، بس بصراحه كنت عايزاهم ضروري جدا جدا، لان بجد كنت محوشه ابيض كتير وعايزه اغسله. وبالمره اشتريت ب5 جنيه الشاور، يعني ما كانش عندي برضو، كنت اشتري كيس ب2 جنيه، فما كنتش لاقي اللي انا بحبه، فاستخدم قلت اشتري اللي ايه ب5 جنيه شاور. المهم دي بقيت البصلايه اللي انا عماله اعمل فيها حته صغيره حته صغيره، اخلصها الاول وبعدين نفتح بصله جديده. واشتريت نص كيلو رز، واشتريت كمان نص كيلو طماطم. ان انا نزلت مره تانية بس عشان خاطر اروح اجيب ولادي من المدرسه وكده. شويه لسان عصفور دول كانوا عندي، وشويه رز كانوا باقيين صغيرين برضو. انا بحب اشيل من كل مثلا نص كيلو رز اشتريه، بشيل حبه صغيرين. مره بقى اكون عايزه مثلا كميه كبيره شويه، فبحطه كله على بعضه. ممكن اجمع الاكياس ومشتريش في مره. المهم اول حاجه كده بظبط الصاله عندي، بمسحها واظبطها واظبط الدنيا، لان مدام ولادي جم من المدرسه ممكن يكون عندهم درس، ساعات زمايلهم بيفوتوا عليهم ياخدوهم يروحوا سوا مش عارفه ايه. فاهم حاجه بس اخلص الشقه والترويق والكلام من دوت، وبعد كده ايه اشوف اللي ورايا. يعني في حاجات بقى كده بصراحه انا بستمتع بحاجه واحده بس، ان يكونوا ولادي في المدرسه. بعمل حاجات بقى ورايا من اللي هي مش باينه، يعني طول النهار لما بيكونوا قاعدين ربنا يبارك لي فيهم يا رب، بس بقعد بقى ايه اللي هو اروق مطرحهم واكلهم واشربهم ونعم ومش عارف ايه، ويحكوا لي حاجه ومش عارف ايه. ربنا يبارك لي فيهم يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. بس فعلا ببقى مش عارفه اعمل فيه حاجات كتير قوي قوي، ببقى مش عارفه اعملها. فالمهم ببتدي اعمل فيه، بعد كده ادور على اي حاجه بقى من الحاجات اللي انا نفسي اعملها، يعني زي اخيط شويه هدوم، اصمم حاجات كده ما كنتش عارفه اعملها، لمع في الشبابيك. والله الحاجات دي مبقاش اعملها بجد، ولادي قاعدين ببقى بجد الشغل بيبقى مضاعف. ربنا يبارك فيهم وبصحتهم يا رب، الحمد لله والشكر لله. المهم السبت ده كانت من الحاجات اللي اتدمرت عندي، يعني هو ضعيف شويه واتكسر بصراحه. فانا لقيت عندي قماشه كده مش عايزاها يعني، فرحت لماه بيها كده، عملته بالطريقه دي ورجع زي ما هو مدور وكمان ومتين وزي ما هو زي الفل. كده كده انا بتقلش عليه غسيل، يعني الحمد لله والشكر لله، ربنا يديمها عليا نعمه حافظا عند الزوال. الغسالة مادام شغالة بغسل كل يوم، بس هو بس عشان احط فيه الغسيل، يعني يقلعوا هدوم مش عارفه ايه، يبقى في مكان يحطوا فيه، يبقى مكان ثابت يعني. كده كده برضو محطوط على جنب وان شاء الله مش هيجرى حاجه. سوري اللي خلاك كسر كده ان هم كانوا ولادي بيلعبوا يعني ووقعوا عليه. الحمد لله ان هم ما تعوروش يعني، فداهم اي حاجه طبعا، والحمد لله بقى جميل اهو. بصوا ولا كأنه جرى حاجه، الحمد لله والشكر لله. وهيشيل الغسيل ان شاء الله ما فيش اي حاجه. تعالوا نخش بقى نشوف هنعمل ايه. ودوت الفطار بقى يعني. انا هقول لكم انا بعمل ايه في ايام المدرسه. بالنسبه للفطار، انا لو مثلا خلاص اديت ولادي سندوتشات وما فاتش فطار ومش عارفه ايه، انا ممكن ما افطرش عادي بقى، اقوم عامله كده كده الغدا بدري، على اساس هما يجوا يلاقوا غدا وبتغدى معاهم وخلاص على كده، وما بتعشاش كمان عادي يعني.
الا لو في حاجه خفيفه مثلا مش عارف ايه ممكن اكل، او ممكن اكل معاهم فشار. زي ما بقول لكم يعني انا دايما بحب اعمل لهم بالليل عشان ما يجوعوش، فشار ترمس مش عارفه الحاجات دي على طول عندي يعني. والله العظيم ببقى كل مره اقول ناويه ان انا اصورها معاكم، بس الفكره انا الساعه 9 عندي دي تبقى خلاص يعني، أنا خلاص انا نايمه بجد مش قادره اعمل اي حاجه خلاص، ولا افكر ولا اصور ولا الكلام ده. فعندكم الحاجه بقى معموله جوه، كلوا انتوا مالكوش دعوه بيا خلاص. المهم طريقة البطاطس دي بجد روعة، حلوة جدا بجد جدا يعني. انا من اكتر انواع البطاطس المهروسة اللي بحبها هي الطريقة دي. بعمل لهم منهم سندوتشات، ممكن في فينو ممكن في بلدي. انا بعمل ايه نظامي ايه في المدارس، انا اول يوم مدرسة اللي هم عايزينه بعمله لهم، بكون عامله حسابي بقى طبعا قبلها بفتره نفسكوا في ايه، جبنه رومي تمام، لانشون، اي حاجه هم عايزينها حرفيا انا اول يوم مدرسه بعملها لهم. تمام تمام. بعد كده بقى خلاص يعني اللي اقول لهم فاهماهم بقى اللي معايا انا هعمل بيه سندوتشات. وساعات والله العظيم كمان مبقاش معايا مثلا، آه فبعمل ايه، ممكن افطرهم اي حاجه عندي موجوده في البيت وخلاص، وما ياخدوش معاهم سندوتشات وكده، وما يجوا بقى يكونوا حضرت انا الغدا واقوم عامله. او كنت ممكن اقول لهم مثلا ايه هاتولكوا قرصين وانتوا ماشيين، بس دلوقتي هي القرص بقت غاليه جدا، ما بقتش حاجه موفره، وهي اصلا حاجه مش مغذيه ومش لطيفه خالص يعني، فبلاش منها. المهم انا بقى عملت ايه كمان، انا فادي مثلا ما اديتهمش السندوتشات وانا لسه هعمل في الحاجات زي كده حاجه من البيت. انا كنت المفروض ناويه ان انا هعمل لهم حاجه من البيت اصلا من بالليل، بس اليوم ده كانت الميه قطع عندنا بقالها يومين، فما كنتش هعرف اعمل لهم حاجه من البيت يوميها. فانا ممكن بقى هعمل ايه، هعمل عادي الفطار براحتي، والمدرسه كده كده جنبي، واقوم رايحه مطلعه لهم السندوتشات. بعمل كده كتير جدا، وفي عيش بلدي وبيبقى حلو بجد جدا تحفه. ده بقى افطار هينفع عليهم وليا ولزوجي كمان لو قاعد، بيبقى زي الفل بصراحة. بس لو جوزي بقى قاعد بعمل يعني جنبه حاجة، اجيب فول جنبه، احمر بطاطس، اعمل شوية بتنجان، مش عارف اي حاجة مادام يعني عندي بطاطس اعمل منها كذا نوع اقصد يعني. المهم يعني بكتر في الاكل لو زوجي موجود، لو هو مش موجود خلاص الاكل ده بيكون تمام يعني بيكفينا. وهعمل سندوتشات في عيش بلدي وهودي لهم وخلاص على كده. انا دي ربطة البقدونس دي كانت معايا، انا نسيت اقول لكم الطريقه وانا بتكلم. المهم هعلق على الغسيل واقول لكم على طريقه البطاطس اللي انا قعدت ارغي وما قلتلكوش انا عاملاها ازاي. حبيت اصور معاكم الغسيل الابيض انا ازاي بعمله، بس هو كده متسخ جدا. انا كنت محوشاه، بس انا بعمل ايه، اول حاجه بشطف الغسيل من غير ما احط عليه اي حاجه، خلاص شطفته، بملى عليه ميه نضيفه بقى، لو عندك ميه من السخان سخنه بصي بتضاعف نظافة الغسيل بيكون حلوة جدا. بس انا يعني لما كان السخان شغال كنت بحط مية سخنة، خلاص بقى دلوقتي بحط مية عادية، بس بحط بقى ايه، بحط شوية رابطة حلوين كده وشوية كلور وش كل الحاجات اللي كنت شاريها معاكم الصبح، وشوية زهرة بيضة وشوية مزيل بقع. بسيب بقى الحاجات دي كلها تتقلب مع بعضهم كده دورة واحدة، بس اللي هو ايه الحاجات تدوب في المية، وبعد كده بنقعها اسيبها بقى يوم. هو مش هتعمل ريحة ولا بكتيريا ولا اي حاجة، عشان انا حاطة كمية كلور حلوة يعني، انا حاطة شوية كلور حلوين. طبعا تبقي متأكدة ان مفيش اي حاجة من الحاجات دي من اللي هي بتبهت ولا هتبوظ من الكلور ولا كده. بصي انا بعمل كده وبحط كلور باطمئنان، لان الحاجات الهدوم اللي عندي دي كلها قديمه يعني، فانا بس عايزه الغرض منها ان انا انضفها. طب انت لو عندك حاجات جديده بصي ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، من رغم ان انا مش حاطه رابسو كتير بس رغد جدا لان بالمكونات بقى اللي انا حطاها، والميه على طول اتوسخت يعني. بصي هي خلاص بتنضف يعني، بس انا برضو هسيبها تتنقع بكره ان شاء الله، هبقى اوريها لكم بعد ما اغسلها. بس صح انا كنت بتكلم لو انت عندك حاجه بيضه يعني بس جديده وكده، ان الكلور بيهلك الغسيل بصراحه. فانت ممكن بس تكتفي مزيل البقع والزهره البيضاء، وما تنقعوش يوم بقى لان مش هيبقى فيه كلور وكده، وهينضف برضه هيبقى زي الفل مع شويه ميه، الميه السخنه بقى مستخان بجد هيبقى زي الفل. انا زي ما شفتوا كده انا كان عندي بطاطس وكان عندي شويه الحاجات دي، ورجعت وانا بجيب ولادي من المدرسه جبت رز وجبت طماطم. ليه بقى؟ عشان غيرت الاكله بصراحه. جوزي جه بدري النهارده وبعدين راح قايل لي كنت لسه ما عملتش الغدا، قال لي لا انا نفسي في رز وطبيخ وكده، قلت له خلاص تمام ماشي فعملت كده. لكن انا اصلا ما كنتش هعمل رز ولا طبيخ، انا كنت هعمل اكل تانية خالص ان شاء الله بعملها بكره معاكم مفيش مشكله. بس انا كده كده كان عندي اللوبيا فما رضيتش اشتري حاجه بقى، لان النهارده صرفت يعني 85 جنيه، ولا شلت حاجه للفواتير ولا شلت حاجه للدروس ولا اي حاجه. وجوزي والله يعني ربنا يعينه يا رب ويكرمه، بيجي علينا ايام المدارس دي
بجد ممكن ما بياكلش طول النهار في الشغل عشان يوفر حق الدروس بتاعت الاولاد يعني وكده. فكمان مش هيجي يقول لي نفسي في حاجه وهقول له لا وكده. فهو الحمد لله والشكر لله برضو في المدارس بيجي بدري، فدي حاجه برضو يعني بتعوض شويه، اللي هو ممكن يفطر قبل ما بينزل وبعد كده يجي بدري ان شاء الله يتغدى معانا وخلاص على كده. وسبحان الله ترتيب ربنا مفيش احسن منها. فانا صرفت النهارده بقى بقلبي جامد، صرفت الفلوس كلها اللي كانت معايا. ليه بقى؟ هوفر بكره باذن الله، ان انا عندي كده حاجه غدا ان شاء الله لبكره، وعندي الربص والحاجات دي كلها هتقعد معايا طبعا يعني كام يوم باذن الله. كده انا بكره بقى هحتاج وهعمل منهم الفطار، ما دام الحاجه عندي موجوده ان شاء الله هعمل منها فطار وهعمل منها غدا. هتصرف باذن الله بالحاجات اللي عندي دي، اللي هي البصل والفلفل والبطاطس، وعندي كمان واحده جلاش. فمن فضل ربنا انا كان عندي شويه لوبيا اللي هي معين سودا دي، هي مش كتير بس كده كده انا عايزاها النهارده بس، فنقعتها وعملتها بقى. بس هو زوجي عشان كان يعني جوزي عشان كان موجود زي ما انتوا عارفين، هيجي بعد كده يكمل بقيه الاكله مني. هو بيحب يطبخ اساسا. فشايف بنتي مغلباني، بنتي بجد انا عقبال ما بصور الفيديو انا بصوره على 3 4 ساعات، بروح وباجي بروح وباجي بروح وباجي من بنتي مطلعه عيني. الله يهديها يا رب، هي سنها بس صعب شويه. فهو هيجي يكمل مني الاكل، فعشان كده مصورتش قوي. بس انا عملت يعني لوبيا، وعملت كمان رز، وكان عندي في الفريزر بقى ايه يعني من كام يوم كده، من ايام ما كنتش بصور كان عندي بتنجانية وخلاص كانت قربت تبوظ، ورحت شوياها ما كانش عندي ليها طحينة ولا كنت عايزه اعملها في اليومين دول يعني، فشلتها في الفريزر مشويه. طلع بقى برضو الحاجات دي كلها وهعملها ان شاء الله غدا هوريها لكم في اخر اليوم. كان هنا هو جوزي جه وابتدى يعمل معايا في الاكل وكده. عايزه اتكلم معاكم صح على بخصوص المشاريع، يا رب الحق بس اقول لكم كام مشروع كده. لان انا بجد من الناس اللي ما بتستسلمش ابدا. يعني انا بفشل في حاجه بحاول فيها تاني، بفشل فيها بحاول فيها تاني، وبفشل فيها بقوم محاولة في حاجة تانية. يعني عايزة اقول لكم لو هعدلكوا كام مشروع انا عملته كده، مش عارفة فوق 80 مشروع. وانا اصلا يعني طول عمري ما بشتغلش خالص من وانا صغيرة، ولا بعمل مشاريع ولا اي حاجة. يعني ممكن يكون بس من ساعة ما اول ما اتجوزت كده وخلاص، يعني ان بابايا ما كانش بيسمح لي ان انا اشتغل ولا اي حاجة. يعني كنت انا حابة بس اتعرف على ناس، حتى ازيد فكر مش عارف ايه. فربنا يوسعها عليا يا رب ويديله الصحة. بابايا كان دايما يخاف اكون ان انا محتاجة حاجة، وفي نفس الوقت يخاف عليا ان انا اخرج ولا اي حاجة. حتى انا كنت عمري ما بخرج بالليل ابدا ابدا، حتى لحد الان انا اجي انزل بالليل ولا اي حاجة مع جوزي حتى وكده بقى خايفة، انا مش متعودة اخرج بالليل. بابايا ما كانش يخرجني بالليل خالص. فيقولي لا مفيش شغل هتضطري تيجي بالليل والكلام دوت، انتي عايزه تشتغلي؟ هقول له نفسي يا بابا. يقول لي هتشتغلي بكام يعني؟ اقول له بكذا. يقول لي طب كل شهر تعالي خدي مني المبلغ ده، لكن ما فيش شغل. فانا بصراحه كنت اصلا بدون اي حاجه كنت متشوقه جدا ان انا اشتغل. انا هنا بجهز بقى البتنجانه زي ما قلت لكم اللي انا طلعتها من الفريزر، وكمان هطلع عليها ما عنديش طحينه، فهطلع عليها ايه بقى، شويه زبادي برضو كنت شايلاه في الفريزر. لما بنتي ما بتاكلش الزبادي، لو جبت لها علبه زبادي ولا حاجه ساعات ما كنتش عندي اكل مناسب ليها، او هي مثلا مش عايزه تاكل، بحاول معاها كده بزبديه. هي برضو والله ما بتقدرش تاكلها في الاخر، بحطها في الفريزر. بطلعها بقى احطها في حاجه معجنات، احطها اهي. حطيتها بدال الطحينه، على فكره بتبقى حلوه جدا لو حطيتي معاها طحينه، بس انا ما كانش عندي طحينه فعندي الزبادي. فعلى فكره طلع حلو جدا. ده الغدا كان بتاعنا النهارده. عملت اللوبيا زي ما قلت لكم، وعملت كمان شوربه لسان عصفور، والرز بالشعريه والبابا غنوج. انا حاطه عليه طماطمايه، قلت تغير في طعمه برضه عشان مش حاطه طحينه. وحتى ما كانش عندي كمون، حاطه بس شويه خل وشويه ملح وخلاص على كده. وزيت كمان لو عندك عصرة ليمون تمام. حط عليه توم وفلفل احمر. يا رب بس تكون برضو فكرة الغدا بتاعت النهاردة عجبتكم، والفيديو ما يكونش تقيل ولا حاجة، لان انا بجد النهاردة من الايام اللي انا مضايقة شوية. انا ببعد كل البعد. انا اصلا الحمد لله والشكر لله التلفزيون عندنا عطلان الفترة دي، يعني هو التلفزيون اصلا عطلان، فانا مش متابعة. وانا بس بعد الغدا حبيت اقولكم ان انا بقى ايه هوضب المطبخ وهوريهولكم في اخر الفيديو. ببعد كل البعد عن الفيديوهات بتاعة اخواتنا في غزة، مش عشان خاطر حاجة، انا بجد حرفيا بتأثر بطريقة صعبة جدا. يعني بيجيلي حالة انا بجد مش قادرة اتكلم حتى من كتر الزعل. والله العظيم يمكن انا صوتي متغير النهاردة او متأثرة، بجد زعلانة وحاسة ان لساني تقيل. بجد الواحد زعلان جدا، وعارفة ان احنا كلنا زعلانين، بس هو مفيش في ايدنا غير الدعاء ليهم. ربنا ينصرهم يا رب، يا رب يقويهم ويسخر لهم جنوده يا رب العالمين من الملائكة تساعدهم
اللهم امين. ما تنسوش تدعوا لهم، هو ده اللي في ايدينا نعمله. ليه عماله اقول لكم ببعد كل البعد على الفيديوهات والكلام دوت؟ لان بجد انا بتاثر جدا، وممكن اقعد بالثلاث ايام مش عارفه انام. الحاجه الوحيده اللي تخليني ما بعرفش انام الزعل. ممكن اي حاجه تحصل انام عادي ولا في اي مشكله، ببقى رمياها على الله. يعني برميها على الله كده واقول خلاص حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص على كده وبنام. الا الزعل بجد بتأثر جدا. كان في بنوته قالت لي انت ازاي بتنضفي ومش عارف ايه مثلا الدهون والحاجات دي. عايزه اقولك اللي هو دوت الفلاش ده كنت شاريه ب7.5، هو ازازتين مع بعض ب15 جنيه. انا عندي ورا البوتاجاز الازازه مكسوره، في مره فرقعت كده ومره واحده وانا كنت بغسل المواعين، فالدهون على طول ورا البوتاجاز على طول موجوده. فازاي بقى بجتنب الموضوع دوت؟ برش رشه والله العظيم على طول قبل ما انام كده او بعد ما اخلص الغدا او اي حاجه عشان متتراكمش. بالسفنجه العاديه جدا برشها، سفنجه فيها شويه صابون مواعين عادي جدا. على بعد كده بعد ما رشيت الفلاش دوت واقوم مسحه كده بالقماشه، خلاص مبقاش فيه اي حاجه خالص. فبجد انا على طول عندي يعني الازازتين دول كنت جايباهم من فتره كبيره قوي قوي قوي، ولسه عندي لحد دلوقتي يعني اللهم بارك. بيقعد كتير جدا. ده زائد ان انا لو مضطره مثلا ممكن اعمل خلطات كمان، في خلطات كده بعملها حلوه قوي. انا كده خلاص صبنت المواعين وخلصت المطبخ الحمد لله واتغدينا وكله تمام يعني. وكمان فاضل عندي شويه غدا كمان على البوتاجاز، انا مش هشيله في التلاجة لانه كده كده هما مش كتير يعني، فممكن اغرفه لهم بالليل ولا حاجه. قعدت اقول لكم هكلمكم عن المشاريع بس خلاص الفيديو عدى وخلص. وبالنسبه لطريقه البطاطس المهروسه اللي كنت عاملاها في اول الفيديو اللي بقول لكم عليها طريقه حلوه جدا، انا بقطع البقدونس بحطه على جنب وهرس البطاطس عادي جدا وبحطها في بنزلها على تومه متشوحه. يعني بشوح تومه وبنزل عليها البطاطس المهروسه وعليها شويه بقدونس بس كده، بيكون طعمها حلو جدا. عشان كذا مره انا يعني بسرح في الكلام بصراحه، فحد يقول لي ما اتكلمتش على الوصفه دي مش عارف ايه. بفكر كده اخد رايكم في حاجه، ان انا بعد كده ممكن ابقى اجمع الوصفات في ريلز حتى صغير كده واتكلم عليه هو بس باستفاضه. لو حابين ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.